يعطيكم العافية شباب. اليوم راح نتعلم طريقة ربط سرعة السامبلر مع الإيقاع. يعني أي سامبلر، أي مجوز، أي لوب عندك إياه بدك تسرعه مع الإيقاع، أحلى ما تعمل أكتر من نسخة 100 و110 و112، المهم تصير تسرعه مع الإيقاع. بس تسرع الإيقاع وتبطئ يكون السامبلر نفس السرعة. أوكي، مبدئيا راح نفوت على نشوف السامبلر. أنا بدي أسرع هذا السامبلر مثلا، شايفين سرعت على 110 لساته نفس السرعة. المهم بدنا نفوت على الخامة تبع السامبلر وين موجودة. اوكي، على اليوزر 2 نبص على الساوند او الساوند اديت. تمام، نفوت هون على اليوزر 2 ليك وينه، هذا هو صح. نبص على المينيوم على البيتش، نيجي هون شفتوها هاي اللي فوق، نعملها نحطها على التيمبو يعني السرعة، وهون الرقم اللي تحت نعمله زائد 12. كيف بدنا نعمله زائد 12؟ لحظة خليني ارجع صفره. نعمل هيك 12 صح، ونعمل ورايت او بنسيف يعني. اوكي، هلا اول خطوة خلصنا منها. ممكن يزبط اول شيء دغري، ممكن لا بدنا نصير نسرع شو اسمه السامبلر نفسه. هلا بنجرب، خليني بس وطي الصوت لانه اوقات بصير عالي. تمام، شوفوا شباب زبط بس مو 100%، لسه فيه مشكلة. وين نروح؟ نرجع نفوت على الساوند نفسه، هذا هو شو اسمه، نكبس على المينيوم على البايسك. اوكي نسمعه، هذا هو. هون على التيون بدنا نسرع، نضلنا نسرع لحتى شو يمشي الحال. مبدئيا خلينا نعمله 200 مثلا، ويمكن بده اكتر اكيد، بس مثلا نعمله زائد 200 هون على التيون. تمام، 250. نعمله رايت سيف، نطلع هذا هو. نوطي الصوت كمان شوي لانه انا عندي بس فوت على الساوند وبطلع بصير الصوت عالي. خلينا نعمله مثلا 110 لنشوف. لسه بده تسريع شوي. نرجع نفوت على الساوند منيوم بايسك. خلينا نعمله 400 يا اخي، او 300 وشوي، 320. نسيف. هو وين بتكون المشكلة؟ إذا السامبلر مو مسحوب بطريقة صحيحة ما بيزبط دغري، عرفتوا كيف شباب؟ ولكن الطريقة هي بتصح على كل السامبلرات، كل الأورجات يعني. نرجع نجرب. هلا زبط يمكن، اسمعوا. ملعون ابوها التوك توك، وش قد طالع مراجل، بالحكي كلها ترندات بس ما شفنا الفعايل. اسحب. ملعون ابوها التوك توك، وش قد طالع مراجل. هلا هيك زبط. نرجع نجرب كمان شوي، نعمله يا اخي على 135 او 130 مثلا. جرب. اوكي، ملعون ابوها التوك توك، وش قد طالع مراجل، بالحكي كلها ترندات بس ما شفنا الفعايل. خلينا نجرب 140 145. خلاص زبط شباب، عرفتوا الطريقة كيف. أول شي بنعمله من البيتش. إذا ما مشي الحال بنسرع شوي تكون الأمور تمام. وأهلا وسهلا بالجميع. طبعا هاي الطرق بنزلها مشاني ومشانكن انتو، وتحياتي. وأي طريقة إن شاء الله بنتعلمها. طبعا هاي الطريقة ما كانت موجودة للبيت 800، أو كانت موجودة بس ما كان حدا يعرفها، ما بعرف. ولكن المهم هلا حلينا هاي المشكلة. بصراحة كانت مشكلة على البيت 800.
وأهلا وسهلا بالجميع.